السلام عليكم ورحمة الله إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، تحياتي للشعب الجزائري اللي فايق وعايق. هما اللي مدوخ بالإعلام ومدوخين بالإعلام وداقين لي السيروم. عرفتي علاش مدوخينكم بالإعلام وعلاش داقين لكم السيروم تجاه المغرب وقايل لكم بأن المغرب كذا وكذا وكذا والمروك والمروك. عرفتي علاش كيديروا هذا السيناريو؟ خايفين لا يكونوا الحدود بيناتنا وتشوفوا المغرب فين وصل، تقدم الحضاره كما كنقولوا، الطرقات على هنا على هنا، وتشوفوا بلادكم كي دايره بهذا النظام ديال العسكر اللي خلاها لتحت لتحت باش هذاك ينقص داك الضغط اللي عليه. جايب علينا حنا الضغط ديال بالعاني، زعما راه المغرب كذا وكذا. المغرب راه احسن من الجزائر من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه الملاعب، من ناحيه الطرقات، من ناحيه الخدمه. المغرب خدام مزيان وغادي يعني التقدم وازدهار، وانتم تابعين هذاك النظام العسكر كيدير لكم اعلام اللي بغى، كينشر لكم اللي بغى. علاش؟ وكيعطيكم صوره خايبه على المغرب باش تبقاو ديما اعداء المغرب، باش ديما دوك الحدود ودوك الطيارات، ماشي قضيه المنتخب ولا بين المنتخب، باش ما يوصلش، باش ما يوليش الجو عندنا يعني تحركات ديال الطيران وتشوفوا المغرب فين وصل وينوض عليهم هما الصداع. لان لا شفتوا المغرب فين وصل مقارنه مع الجزائر غادي تقولوا هذا النظام ما عندنا ما نديروا به، وغادي تنقلبوا على النظام. هذا الشيء اللي ما بغاش يعني حكام العسكر، وهذا الشيء اللي ما بغاوش الناس اللي كيزرعوا الفتنه ما بين المسلمين. واش هذه الدوله اللي فيها ناس يعني هادو مسؤولين كيديروا الفتنه ما بين اشقاء مسلمين عرب؟ نسال الله السلامه والعافيه. الشعب الجزائري اللي عنده العقل واللي كيدير الكونيكسيون وكيخدم وكيدور على العالم وكيشوف المغرب فين واصل وكيشوف السياسه العاميه اللي كديرها الجزائر غادي يفيق ويعيق. وتحيه للجزائريين اللي خارج البلاد ديالهم، يعني الجزائريين اللي في ارض المهجر كما كنقولوا، الجاليه الجزائريه اللي في الخارج، هذيك راه عايقه بالافلام والمسلسلات اللي كدير عليكم الشغل. ما خصكمش تتبعوا. واش الاعلام مدوخ تتبعوه نتوما؟ راه الاعلام قال لك انهزم المنتخب الاسباني بركلات الترجيح مع الجنون مع الشياطين باش نهزم، ولقد اقصي المنتخب البرتغالي بهدف ل0 مع من ما قادينش يذكروا حتى المنتخب المغربي. والله العظيم الى سم ما بعده السم. ونزيدك واحد المساله، واحد الغيظ، واحد الكره، واحد علاش؟ لان المغرب في تقدم يا اخوان. المغرب والجزائريين، المغرب كيتقدم. ما بغاكمش تعرفوا جاركم اش كيدير واش كيخدم. هو كيخدم في الخفاء وكيخدم علانيه وكيخدم كل شيء يعني في صالح البلاد. المغرب كيخدم مزيان، خدام المشاريع هذا اللهم بارك وزيد في ذلك. انتم المشاريع واقفه عندكم، كل شيء واقف. العسكر غادي على هواه متحكم في السلطه كما ينبغي على حساب. وزاد دخل لكم بلا دقها لكم ديال الاعلام اللي خدام لصالحه. والله الا لتغطيه هادشي باش يغطيو على يعني على عدم الخدمه ديالهم وعدم المسؤوليه ديالهم، وما قادرينش يسيروا البلاد باش يغطيو على هذا الشيء. داكشي علاش كيقولوا لكم المروك راه ما دار لكم والو. وحنا اصلا كنحبوا الشعوب كامله لان انتم جيراننا اولا. والفتنه اللي كانت نايضه المغرب من الصحراء وكذا والبوليزاريو سببها انهم هذوك المسؤولين الجزائريين اللي باغيين يديروا الفتنه ونوض الفتنه للمغرب. وراك شفتوا كل شيء اللي نوض الفتنه للمغرب، وهو شي مسؤولين، ماشي نقول كل شيء لان لا اعمم، ولا شي مسؤولين هما اللي داروا الفتنه للمغرب والصحراء وكذا كذا. والصحراء المغربيه ودائما فلسطين تعيش حره ابيه ان شاء الله، ويرجع لها استقلال ديالها. بركه من الغطرسه، بركه من الظلم. نسال الله السلامه والعافيه. 2023 وباقي الناس من 1965 وهما يعني باقين مستعمرين. لا حول ولا قوه الا بالله. فيقوا الامه الاسلاميه ووقفوا مع الشعب الفلسطيني المقهور والشعب الفلسطيني المغلوب على امره. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي جميع الدول الاسلاميه يا رب العالمين. امين امين. واخر دعواي ان الحمد لله
رب العالمين.